يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. جعانة ومش عارفة تتعشي ايه؟ زهقتي من السندوتشات المعتادة؟ الجبنة واللانشون زهقوكي؟ يلا هاتي كوباية وربع من الدقيق واعملي احلى فطيرة بكوباية وربع بس من الدقيق. بجد في منتهى الجمال. تقدري تقدميها للعشاء وللفطار، وتنفع كمان للولاد في اللانش بوكس ايام المدارس. مش هتاخد معاكي غير 10 دقايق. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الفطيرة بتاعتي النهاردة مكوناتها كانت ايه والمقادير بتاعتها عبارة عن ايه. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم، مساء الورد والياسمين. النهاردة الوصفة بتاعتي جميلة قوي ولذيذة قوي وخفيفة قوي وسهلة كمان قوي. النهاردة هعمل فطيرة كده بطريقة لذيذة قوي. مش هتوقفك في المطبخ كتير، مش هتحتاجي غير ربع ساعة، وكمان المكونات بتاعتها بسيطة وسهلة جدا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف المكونات والمقادير اللي معايا اللي انا هعمل بيها الفطيرة بتاعتي النهاردة. هتنفع معايا وجبة للفطار او وجبة للعشاء، وهتنفع كمان لللانش بوكس ايام المدارس للولاد، تغيير طبعا عن السندوتشات المعتادة. هتعملها لهم هيحبوها بإذن الله قوي. تعالوا كده نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا، بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك بتاعكم الحلو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. يلا نشوف المكونات اللي انا هستخدمها في الفطيرة بتاعتي النهاردة عبارة عن ايه. انا عندي هنا اول حاجة كوباية وربع بس من الدقيق، كوبايه وربع من الدقيق منخول. الحشوه بتاعتي طبعا يعني انا ده اللي موجود عندي، وانتي على حسب رغبتك والمتاح عندك. انا عندي هنا بسطرمه، وعندي جبنه تركي، وعندي طماطمايه كده شايله القلب بتاعها واخده الجامد من بره، وعندي نص قرن فلفل بارد او حامي براحتك على حسب الرغبه. ممكن تستبدلي البسطرمه باللانشون، ممكن تستبدلي ممكن تحطيها مثلا جبنه مثلثات بدل الجبنه التركي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، على حسب الحشوه المتاحه عندك. ممكن تحطي فلفل الوان، انا هنا استخدمت بس طماطمايه ونص قرن فلفل اخضر. هنا معلقتين كبار مليانين من لبن البودر، تمام. معلقتين زبده كده حلوين، دي اللي انا هستخدم بيها الفطيره النهارده. هنا نص معلقه صغيره من الخميره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح. دي طبعا للعجن بتاعها كوبايه من الميه الدافيه، بس تكون دافيه عشان تسيح معايا الزبده، تمام. لو مش دافيه قوي، لو انت حاسه ان هي مش هتسيح الزبده، ممكن تسخني ايه الزبده كده على النار لمجرد بس ان هي ايه تسيح. مش هحتاج النهارده غير البوله والمضرب اليدوي، تمام. اول حاجه هعملها هنزل بالميه بتاعتي وعليها معلقتين الزبده على طول. هبتدي ان انا ايه ادوب الزبده كده في الميه اهي. تمام كده، هي دلوقتي هتسيح معايا بعد ما احط المكونات كلها التانية على بعض. هحط معلقتين لبن البودره، وهحط بقى الخميره والبيكنج باودر والملح. هبتدي ان انا اقلب كده كله على بعض، ادي كده تقليبه. طبعا انا ما استخدمتش بيض ولا اي حاجه، انا عندي البيكنج باودر بدل البيض، تمام. يلا انا هنزل بقى بكوبايه وربع بس من الدقيق، وهبتدي اخلط بقى الخليط بتاعي ده كله اهو، انه ايه كله اتخلط مع بعض. ابقى متاكده ان مفيش دقيق خالص مركون عندي تحت. مش عايزه اقول لكم بقى على ريحه العجينه كده بالزبده، بجد ريحتها طالعه في منتهى الجمال. عايزه تستبدلي الزبده مكانها زيت، يبقى حطي ربع كوبايه زيت. انا كده خلصت معايا. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. عندي بقى البايركس بتاعي ادهنه كده دهنه حلوه بالزيت. هنزل بقى بالخليط بتاعي اهو. هي الكميه قليله، بس انا عايزاها كده تبقى ايه، قولي فطرايه كده زي البيتزايه كده، عايزاها تبقى رقيقه، مش عايزاها تبقى عاليه قوي. اهي بصوا، بسيطه قوي وهتبقى رقيقه قوي كده وخفيفه وزي العسل. يلا هنجيب بقى الحشوه بتاعتي. هحط البسطرمه
اهو بصوا كده البسطرمه بتاعتي. يلا هجيب بقى ايه واحدتين كده الطماطم، افرقها كده على الوش. بس بجد هتعمليها هيحبوها قوي الولاد، وهتبقى جميله. مش هتبطلي تعمليها على فكره، لان خفيفه وسهله وبسيطه ومش مكلفه، وبالمتاح والموجود عندك. انزل برضو بالفلفل وبالجبنه على الوش كده. انا كده حطيت الحشو بتاعي كله تمام. عايزه تحطي جبنه مثلثات حطي، عايزه تحطي جبنه شيدر، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا، براحتك خالص. الحشوه دي على حسب رغبتك والمتاح والموجود عندك. احنا كده بنحب نعمل الحاجه ايه مبسطه، مش بحب اجبركم على حاجه معينه، لا طبعا اللي موجود عندك. تمام انا كده خلصت اهو. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدخلها الفرن على طول؟ لا، هقولك مش هتخش الفرن على طول عشان هي فيها خميره. انا هغطيها، هسيبها على الرخامه لمده ربع ساعه. هسيبها كده ربع ساعه، ربع ساعه بس تهدى شويه وتبتدي الخميره تشتغل، وبعد كده هدخلها بالفرن واتعامل بقى معامله الكيكه معامله البيتزا عادي خالص. تمام اهي. انا كده هغطيها اهي، وهسيبها كده معايا على الرخامه ربع ساعه، ربع ساعه ونرجع اوريها لكم قبل ما ادخلها تاني. ربع ساعه كده ايه عدت عليها. انا دلوقتي هبتدي بقى ان انا ايه ادخل بيها للتسويه في الفرن. تمام اهي. انا دلوقتي هدخلها الفرن على الرف اللي في النص لغايه ما تستوي معايا. برضو ما تستعجليش عليها خالص، تهدي عليها النار وتشوفيها برضو كده بخله كده لغايه ما تستوي معاكي. تمام يلا انا هدخلها الفرن، وبعد ما تخلص بقى وتطلع نرجع نشوف الوصفه بتاعتنا والفطيره بتاعتنا شكلها ايه. وان شاء الله ان شاء الله انا واثقه ان هي هتعجبكم، وواثقه ان انتوا هتجربوها باذن الله. يلا انا هدخلها الفرن ونرجع بقى بعد. ادي كده ايه الفطيره بتاعتي طلعت اهي، طلعت من الفرن بس طبعا لسه سخنه مش عارفه ارفعها مش قادره اهي. بصوا الجمال بتاعها، بصوا الحلاوه بتاعتها عامله ازاي. انا طبعا مش مشغله عليها الشوايه عشان الجبنه بتاعتي ما تنشفش، لا انا عايزاها كده تبقى ايه حلوه كده زي ما هي، يعني يا دوب بس ايه تسويه الفرن من تحت. تمام اهي. بصوا الجمال، وبكوبايه وربع من الدقيق وما اخدتش وقت وريحتها قلبة الدنيا بجد. يعني بصوا حاجه كده في منتهى الجمال اهي. تعالوا كده نقطع بقى ونشوف ايه النظام بتاعها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا بصوا عامله ازاي. بصوا طبعا هي ايه اتفتت معايا وانا بطلعها. بصوا الجمال بتاعها، بصوا بجد ما تقدريش تقولي فطرايه زي. بصوا القلب بتاعها من جوه، بصوا مستوي ازاي. بصوا اهي بجد جميله قوي. بصوا عامله ازاي بجد جميله وخفيفه ولذيذه قوي. بصوا بصوا عامله ازاي من جوه بجد. طبعا انا عايزه الرفع ده كده حلو قوي. بصوا 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 بجد جميله بجد. اتمناكم تجربوها. يعني ايه هي عامله زي البيتزا زي الفطيره كده، بجد في منتهى الجمال بجد. لو جربتوها مره والله العظيم هتعملوها على طول. بصوا القلب بتاعها، بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا اهي. بصوا الجمال بتاعها بجد جميله. اتمناكم تجربوها. انا عايزه بس اوريكم عشان الاولانيه انا طلعتها اتفرفتت مني خالص. لا تعالوا كده نطلع واحده تانية. بصوا اهي. بصوا الجمال، بصوا عامله ازاي بجد في منتهى الجمال. بصوا خفيفه ازاي اهي. بصوا من جوه. طبعا الاولانيه اتبهدلت مني عشان ايه انا طلعتها كده اتعافيت عليها وانا بطلعها. بصوا عامله زي قطعه البيتزا فطرايه. بصوا بصوا بجد جميله. هتقدميها للولاد، ممكن تحطها لهم في اللانش بوكس، ممكن كده بصي وانتي قاعده كده بقى اعمليها كده واقعدي مزمزي كده بقى بكوبايه بيبسي كده. عشوه في منتهى الجمال، حاجه كده ايه بتسلينا واحنا قاعدين. بجد اتمناكم تجربوها.
بجد وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، بكوباية وربع بس من الدقيق عملتي الفطراية الحلوة دي. بجد في منتهى الجمال، تقدري تقولي عليها بيتزاية، تقدري تقولي عليها فطراية، زي ما تحبي تسميها قولي عليها، بس في الاخر طالعة في منتهى الجمال. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى وصفتنا النهارده تعجبكم. ما تنسوش بقى الفيديو لو عجبكم اللايك بتاعكم الحلو، والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، في وصفة كده سهلة وبسيطة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، اتمنى لكم كل الخير والسعادة والهنا وراحة البال. اقول لكم حبايبي تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.